يا ريت محدش يشوفني مجنونة وكان لازم أمشي وأسيب البيت. تعالوا شوفوا قصتي واسمعوا حكايتي وقولوا لي إيه رأيكم. دي قصة متابعة يا جماعة. قبل أي حاجة كلنا نصلي ونسلم ونبارك على رسولنا الكريم. وبتقول: عندي بنت 19 سنة رايحة تالتة جامعة. علاقتها مع عمها غريبة جدا، كل شوية بتخرج معاه خصوصا من بعد الإجازة دي، يمكن يعني كل يوم أو يوم ويوم. ودايما كده بيجي البيت عندنا بيسلم عليها وياخدها بالحضن، وايده دايما كده بتلمس بطنها. انا ببقى متضايقه وببقى بغلي كده من جوايا. ولما باجي اتكلم واجي كده اقول لجوزي يقول لي: هو انت بتكرهي ليه؟ وبيعامل اي بنت في العيله مش بالطريقه دي، وطول الوقت بيتكلم وبيتريق على شكلهم وعلى كل حاجه فيهم. لكن مفيش اي حد عاجبه كده في العيله غير بنتي. وابو بنتي دايما شايفني اني بكره اخواته وبكره كمان عيالي فيهم. ولما اقول له ما ينفعش اللي بيحصل ده، خصوصا ان هو شاب، يعني عمها مش كبير متجوز وكده، لا ده شاب صغير، يتجنن عليا ويقول لي: انتي محتاجة تروحي العباسية. ده عمها، وبيعمل معاها كده علشان ما تعرفش حد من ورانا. بس بصراحة يا جماعة الاسلوب ده مضايقني جدا، خاصة ان عمها كل شوية يقعد يعكسها ويقول لها: ايه الحلاوة دي، ايه الجمال ده. هو يجيب لها في هدايا غالية جدا، ببقى مستغربة. ده لو خطيبته مش هيعمل معاها كده وبدون سبب، مع انه مش بيعبر البنات التانية ولا حتى بكيس شيبسي. يا ريته حتى ولاد اخواته تانيين بيجيب لهم اي حاجة، لا ولا اي حاجة خالص. وبعد الاجازة كان في شاب كويس اتقدم لها وكلنا كنا موافقين عليه وفرحانين. بعد قراية الفاتحة كان كل شوية يشوه صورته قدام بنتي، وكمان يقعد يتريق عليه في شكله وفي ملامحه وفي كل حاجة في تصرفاته. ما فيش اي حاجة كده عاجباه خالص. حتى يوم ما اشترينا الشبكة وجبنا الذهب وخلاص، لقيناه في ساعتها فتح كده ساعة من الذهب ولقيته بيديها لبنتي. بنتي بقت مبهورة بالساعة بتاعته أكتر من الشبكة. أنا بقيت هتجنن، أنا زهقت بجد. أنا محدش بيسمع لي كلمة. حتى بنتي لما بقول لها ما تخليهوش يمسكك كده تقولي: ده زي بابا اللي انتي بتقولي عليه ده، ودايما شايفيني ان انا عندي وسواس. وبرضو كل يوم يجي البيت وعايز ينزل يتفسح معاها، يركبها معاه عربيته. انا بقيت بتضايق، بقعد كده اتكلم مع بنتي واقول لها: هو بيضحك عليكي بحاجة؟ طب عمل معاكي حاجة؟ طيب مش عارفة ايه. بحاول ان انا اجرجرها في الكلام. تقولي: يا ماما انا بحس ان انتي دماغك دي ماسكها الشيطان طول الوقت. لا يا ماما مفيش من الكلام ده اي حاجة خالص. بس انا بصراحة يا جماعة انا مش قادرة استوعب اللي بيحصل ده، وخايفة اتكلم كده مع اخواتي لحسن يجوا يتدخلوا مثلا في الموضوع، جوزي يتخانق معايا. فبصراحة لقيت نفسي هو الحل الوحيد ان انا اسيب لهم البيت واخد حاجتي كلها وامشي واروح في بيت ابويا. ولما يحسوا كده بغلطهم جوزي هيجي ياخدني. بس لما رحت عند امي قلت لها ان نفسيتي تعبانة وجاية اغير جو يومين. هو اللي انا عملته ده صح ولا غلط؟